تخيل عايش حياتك عادي، تشتغل تربي أطفالك كل شي طبيعي، وفجأة تطلع عندك حالة صحية كانت معاك من سنين بس ما تدري، وهاي الحالة جاي تأثر على قلبك، عيونك، كليتك، وحدة ورا الثانية. مرحبا، معاكم دكتورة بتول البطاط، طبيبة عامة أشتغل في ملبورن أستراليا. واليوم راح نتكلم عن مرض منتشر في كل مكان وهو مرض السكري. راح نتكلم عن أسبابه، ليش دا ينتشر، شنو هي الأعراض، وشنو هو العلاج. أكثر من 800 مليون إنسان عنده سكر اليوم، وهذا الرقم جاي يتضاعف لأسباب كثيرة. منها إن حياتنا جاي يتغير، ومثل ما تعرفون الناس أكثريتها جاي تكثر تقضي ساعات طويلة على التليفون والشاشات والأجهزة الإلكترونية. الأكل صار جاهز، وجبات سريعة، وجبات كبيرة، نوم أقل، وتوتر أكثر، وكل هاي الأشياء جاي تأثر على هرمون مهم بالجسم اسمه الأنسولين. شنو هو السكر؟ السكر هو لما يصير السكر الجلوكوز عالي بالدم أكثر من الطبيعي. إنه السبب اللي يخليه عالي أكثر من الطبيعي أما الجسم ما يفرز أنسولين كافي، أو أما الجسم ما يقدر يستخدمه صح. الأنسولين يشتغل مثل مفتاح، يدخل السكر من الدم لجوات الخلايا حتى ينطي الطاقة للجسم، بس إذا ما يشتغل المفتاح السكر راح يبقى بالدم، وهنا تبدي المشاكل. هناك 3 أنواع من السكر. النوع الأول عادة ما يصيب الأطفال، وإذا صاب إنسان هذا النوع الأول راح يحتاجون أنسولين مدى الحياة. النوع الثاني وهو الأكثر شيوعا، وهو عندما يصير الجسم ما يصير مقاوم للأنسولين، ويرتبط بالعمر والوزن وقلة الحركة. وهناك همات النوع الثالث وهو سكر الحمل، يصير بالحمل ويختفي بعد الولادة غالبا، بس يزيد احتمال الإصابة بالنوع الثاني بعدين. وعندنا مرحلة ما قبل السكري، وهذا إنذار مبكر تقدرون ترجعون للوضع الطبيعي. أعراض السكر هواية، وشنو لازم تنتبهون عليه؟ إنه هناك أعراض مثل عطش مستمر، تبول متكرر، الإنسان راح يحس تعبان أو ضعيف، نظر مشوش، جروح تتأثر بالشفاء، تغيرات بالمزاج، التهابات جلدية متكررة، نقصان أو زيادة بالوزن بدون سبب. هواي ناس يقولون يمكن من التعب، أو يمكن أنا كبرت وهاي الأعراض عادي، بس السكري مرات راح يجي بدون أعراض واضحة، ولهذا السبب الفحص مهم حتى تعرفون إذا كان عندكم سكر أو لا. الفحص المنزلي عادة بالأصابع مو كافي، لازم نفحص بالمختبر ودقيق، تروحون للطبيب وتطلبون منه يسوي HbA1c حتى نعرف السكر متلازم لمدة ما بين 2 أو 3. شنو يصير إذا ما تعالجون السكر؟ السكر الزايد راح يدمر الشرايين والكلى والعيون، ويسبب جلطات قلبية، سكتة دماغية، فشل كلوي، أو عمى. وهناك ما إذا اكتشفناه مبكرا نقدر نمنع كل هالمشاكل. شلون نقدر نتحكم بالسكري؟ هناك أشياء تقدر تسويها مثل خسارة الوزن تقريبا 5 إلى 10% من الجسم، أكل متوازن، حركة يومية حتى لو مشي كافي، نوم زين، تخفيف التوتر، أدوية حسب الحالة اللي عندك، متابعة مستمرة مع الطبيب. خطوات صغيرة كل يوم راح تسوي فرق كبير. وهمات الأشخاص اللي عندهم سكر هواي تأثير على النفسية، وهناك أكثر من 30% من الناس المصابين يعانون من اكتئاب أو توتر. دائما انتبهوا للأعراض، إذا طلع عندكم أي أعراض لا تنسون روحوا للطبيب، افحصوا نفسكم، والوقاية دائما خير من العلاج. كانت معاكم دكتورة بتول البطاط، تابعوني في الفيديو القادم.